بودكاست سنابل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم وزادكم فرحة تملأ قلوبكم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاستكم المقدم من طرف مجموعة مدارس سنابل اقرأ. في ظل التطور الهائل والمتسارع للتكنولوجيا وتوجه العالم نحو عصر تقوده الآلة وتحكم فيه بقبضة من حديد، صار من الواجب علينا نحن شباب المستقبل إعداد العدة والزاد لمسايرته ولتسهيل الانخراط فيه. ولعل من أهم المهارات التي ستمكننا من تحقيق هذا الهدف هي تعلم البرمجة. ولهذا قررت مؤسستنا أن تأخذ المبادرة وتقوم بإنشاء ناد للبرمجة تحت مسمى EVY Coding. نستضيف معنا في هذه الحلقة ضيفا مميزا هو يحيى الشامي. مرحبا يحيى الشامي. مرحبا، شكرا على هذه الاستضافة. يحيى، بما أنك التلميذ الذي سوف يأخذ بيد التلاميذ والمنخرطين في هذا النادي، نريد أن نتعرف أكثر على هذا الشخص المدعو بيحيى الشامي. مرحبا، أنا يحيى الشامي، 16 سنة، تلميذ سنة أولى بكالوريا، مؤسس ومدير مؤسسة EVY Coding، كذلك مبرمج متمرس في عدة لغات في عدة مجالات. بما أنك أشرت إلى منظمتك EVY Coding، دعنا نتعرف أكثر على هذه المنظمة، ما هي أهدافها وطموحاتها؟ أولا، المنظمة كانت مجرد فكرة عابرة، لكن وذلك لصعوبة الظروف وتحقيقها في ذلك الوقت، لكن جعلتها حبيسة حتى الآن، ولتوفر الظروف الحالية وكل التجهيزات قررت الشروع في هذا المشروع. من أهداف هذه المنظمة، أولا الهدف الأساسي من هذا النادي هو تلقين التلاميذ مهارة حل المشاكل أو problem solving، وهي المهارة الأساسية لدى كل مبرمج. يعني البرمجة 50% من البرمجة هي إتقان هذه المهارة أو مهارة حل المشاكل، أي أن المبرمج أي مشكل قد يواجهه يستطيع حله بكل سهولة. كيف سوف يتعلم التلاميذ هذه المهارة؟ هذه المهارات يعني مهارات تكتسب، يعني عن طريق مواجهة بعض المشكلات. يبدأ المتعلم أو في التفكير نحو طريقة، يعني كيف يمكنه الوصول من النقطة A إلى النقطة B. يعني هذه الطريقة يعني هذه المهارة أو ما هي الأدوات التي سوف يستخدمها للوصول من نقطة A إلى نقطة B؟ الأدوات التي سيقوم باستعمالها هي لغات البرمجة، ولغات البرمجة هي لغات لا تعد على الأصابع، لغات عديدة، يعني أي لغة كيفما كانت يمكنك العمل بها، استخدامها في جميع المجالات، والتي هي بدورها تعتمد على مهارة حل المشاكل أو problem solving. ما هي اللغات التي سوف تعتمدونها في هذا النادي؟ في هذا النادي نطمح لتلقين تلاميذ لغتين، C++ and Python. نحن الآن نشرع في تدريس لغة C++، لكن مستقبلا يمكننا الشروع في لغة Python. ما هي المراحل التي سوف يقطعها المنخرط في النادي أثناء فترة تعلمه؟ أثناء فترة التعلم هناك 3 مراحل في هذا النادي. المرحلة الأولى هي الانفتاح نحو البرمجة ومجالات البرمجة وأيضا اللغات والأساسيات لغة C++. المرحلة الثانية هي مرحلة لتعلم كيف يكون يعني سلسلة الأكواد تكون يعني نظيفة، وأي مبرمج آخر يمكن الاطلاع عليها، يعني في إطار العمل الجماعي والذي هو جزء كبير من حياة المبرمج، أو ما يعرف بالOOP Object Oriented Programming. والمرحلة الأخيرة هي مرحلة Algorithms and Data Structures، أي الخوارزميات وأشكال البيانات.
ما هي الطريقة التي سوف تعتمدونها في تلقين المستفيدين؟ هل ستكون طريقة تقليدية أستاذ متعلمين وتلاميذ أم طريقة أخرى؟ بالنسبة لهذا النادي فقد ابتعدنا نوعا ما عن الطريقة التقليدية في التعليم وهي أستاذ وتلاميذ، وتوجهنا نحو طريقة ربما هي قديمة في الأصل لكن مختلفة عن المجتمع الحالي، وهي التعلم بالقرين، أي أن التلاميذ يقومون بالبحث والتوسع في المواضيع التي نتطرق إليها مثلا في الدرس، وخلال الحصة مثلا نقوم بمناقشة مكتسباتهم. مثلا كل تلميذ وقد بحث عن معلومات هنا وهنا، نقوم بتجميع المعلومات، تصحيح بعض الأخطاء إذا كانت هناك أخطاء، وهذا يعطي للتلميذ نوعا ما من حرية ويكسبه مهارة جميلة وهي مهارة البحث عن المعلومة. يعني كان هناك مشكل في السابق هو كيف هو كيف يمكن أن أجد معلومة، لكن حاليا هناك مشكل في أن المعلومات هي متاحة متوفرة بشكل واسع، لكن المشكل هو كيف أجد المعلومة الصحيحة والمعلومة الدقيقة. إذا ما هي الطريقة التي سوف تعتمدونها لمراقبة وتقييم تقدم النادي؟ هل سوف تنجزون مشاريع مشتركة شيء من هذا القبيل؟ هل سوف تشاركون في مسابقات برمجية؟ نعم، من تطلعات هذا النادي هي في أواخر حين اقتراب نهاية النادي هناك مشروع، وهو التلاميذ سيقومون باختيار أي شيء يمكنهم العمل عليه، يعني open source projects، يمكنهم اختيار أي مشروع يمكنهم العمل عليه من خلال لغة C++ أو بايثون أو اللغة التي قاموا باكتسابها، وكل طرف أو كل مستفيد من هذا النادي سيدخلون في مباراة أو مسابقة حول من سيأخذ جائزة أحسن مشروع للسنة. وأيضا هناك تطلعات إذا كانت هناك مسابقات على المستوى المحلي أو المستوى الوطني، هاكاثونز للمثال، يمكننا المشاركة فيها بطبيعة الحال. وأخيرا ندعو التلاميذ الراغبين في الانضمام إلى النادي الانخراط في أقرب وقت ممكن عن طريق الإدارة. شكرا يحيى الشامي، وشكرا لكم متابعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بودكاست سنابل القراء.